اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا مساء الفل والجمال كده، مساء معطر بذكر الله. النهارده كده ان شاء الله هنعمل مع بعض اسهل كيكه ممكن تتخيليها. سهله جدا، كيكه بثلاث طبقات وبس، مش هتاخد معاكي اي وقت خالص. بصوا، طريه من جوه كده وجميله والطعم حكايه. يلا كده نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول ونشوف هنعمل ايه ونبدأ. اول حاجه كده عندي جبت الخلاط بتاعي. ماشي معايا كده ايه، نص كوبايه لبن او كوبايه الا ربع من اللبن، كوبايه الا ربع من الزيت، كوبايه الا ربع من السكر، ومعايا عدد 2 بيضه، ومعايا كيس بيكنج باودر وكيس ايه فانيليا، ومعايا هنا كده كوبايتين من الدقيق منخولين كويس جدا. هجيب كده الخلاط وهنزل بعدد 2 من البيض، وبعد كده هنزل بقى بالفانيليا، وهنزل بكوبايه الا ربع من السكر. كل المكونات اللي انا قلت عليها دي هتلاقوا ايه مكتوب عندكم في صندوق ايه الوصف. نزلت كده بالفانيليا بتاعتي زي ما قلت لكم، كوبايه الا ربع من السكر، هضربهم. وبعد كده بقى ايه، هشوف بعد كده المكونات التانية اللي معايا هحطها ان شاء الله. انا كده هنا ضربتهم. هنزل بالكوبايه الا ربع من السكر من الزيت، وبعد كده هنزل بكوبايه الا ربع من اللبن، وبرده تاني هروح اضربهم برده في الخلاط تاني. وبعد كده هنزل بقى بالخليط بتاعي ده بعد ما اضربهم، هفضل اضرب فيه كده اهوت. وبعد كده هجيب بقى ايه الطبق بتاعي، هنزل بالخليط اللي معايا ده كله. وبعد كده هجيب كوبايتين الدقيق اللي معايا، وهنزل بمعلقه بربع معلقه من الملح، وايه والكيس البيكنج باودر معايا. لازم يا جماعه كده ندخل الدقيق الاول بالبيكنج باودر بايه بربع معلقه الملح الصغيره اللي انا قلت لكم عليها دي. انا كده كده كنت ايه، نخله الدقيق اصلا قبل ما اسجل معاكم. بس هقلب كل المكونات دي كلها على بعضها. وبعد كده بقى ايه، هجيب الصينيه البايركس بتاعتي او الصينيه اللي هتحطي فيها او اي حاجه. هدهنها كده دهنه كده زيت. بصوا انا هنا كان في تريكايه كده هقول لكم عليها. بعد ما عملت الخليط بتاعي ده كله، هنزل بقى ايه بمعلقه صغيره من الخل. الخل هنا بقى يا جماعه بيدي للكيكه بتاعتنا كده هشاشه حلوه قوي، وبيخليها كده طريه. بصوا بيخليها هشه كده معاكي، بيبقى زي المحسن كده بالظبط. ماشي كده. هجيب هنا بقى ايه الطاجن البايركس بتاعي، هديله كده دهنه زيت خفيفه. ماشي عشان اضمن ان الكيكه ايه متلزقش فيه خالص. بس وهنزل بالايه بالخليط بتاعي. بعد كده مدهن ايه الطاجن بالزيت زي ما قلت لكم كده. انا هنا بقى كده وانا شغاله معاكم كنت مولعه الفرن على درجه حراره 200. حطيتها في الرفه اللي في النص على طول. يا دوبك بس كده اول ما دخلت اول دقيقتين كده، ورحت ايه موطيه عليها الفرن على درجه حراره ايه 180. بس هنا كده كنت بقول لكم بقى ادخلها الفرن. هجيب بقى ايه هنا بقى الخلاط بتاعي. معايا هنا 3 معالق من الكريم شانتيه. انا هنا بجيب الكريم شانتيه دوت كده سايب من عند العطار. نزلت هنا كده ب3 معالق. وهجيب كده ايه بتاع نص كوبايه مثلا ميه او كوبايه الا ربع ميه متلجه. وهضرب كده الكريم شانتيه معايا في الخلاط بتاعي. بس هضربه ضربه حلوه كده عشان يتقل. وبعد كده بقى ايه هسيبه في التلاجة شويه. هنا الكيكه بتاعتي كانت طلعت. هجيب كده سكينه وهعملها كده من على الحروف عشان اضمن ان هي ايه سايبه من قلب الطاجن بتاعي، عشان لما اجي اقلبها تتقلب معايا على طول. ماشي هنا كده قلبت الكيكه بتاعتي. بس ايه سيبيها تبرد شويه، يعني ما تحطيش عليها الكريم شانتيه وهي لسه طالعه من الفرن. هنا كده سبتها تبرد شويه. هجيب الشوكه بتاعتي كده وابدا اخرمها فيها، وهنزل بقى بيها بنص كوبايه لبن. انت ممكن تستغني عن الخطوه دي لان كده كده اصلا الكيكه ايه طريه من جوه. بس حبيت ان انا اعمل معاكم الخطوه دي واوريكم. كده هنزل بقى بالكريم شانتيه بتاعي، هوزعه كده على الطاجن بتاعي بتاع الكيكه كله. ومن على الحروف كده هنزل ايه اسد اي حاجه من على الحروف عشان لما احط الايه الفراوله ما تنزلش في قلب الايه الطاجن من تحت. هنزل كده بالكريم شانتيه كله معاكم. وبعد كده هروح ادخلها في التلاجة، تاخد مثلا بتاع ربع ساعه كده ونص ساعه الكريم شانتيه يجمد بس معانا شويه. وبعد كده بقى ايه هرجع لكم تاني. هجيب كده حله وهنزل بكيس اللي هو الجيلي اللي معاكم دوت. وهنزل بنص كوبايه من الميه.
وربع كوبايه من الزيت، ومعلقه ايه نشا بس. طب انا هنا نزلت ليه بالكوبايه، بالربع كوبايه من الزيت. الربع كوبايه من الزيت دي بقى هتدي وش الصينيه لمعه كده وتخليها ايه جميله. هقلب كل اللي معاكم دوت، وبعد كده عقبال بس ما النشا تدوب، وبعد كده هرجع احطه على النار واقعد اقلب فيه شويه لغايه ايه ما يتقل معانا. وهيتقل معانا بسرعه لان انا حاطه معلقه من النشا. هفضل كده اقلبه، وبعد كده ايه هرجع احطه على النار. انا هنا كده حطيته على النار ماشي، وانا برضو ايه واقفه بقلب فيه كده شويه ما سبتهوش. هو كده خلاص بدا يتقل معايا، هطفيه واسيبه ايه المفروض ان انا اسيبه يبرد شويه. هنا كده طلعت الصينيه بتاعتي من التلاجة وزينتها زي ما انتم شايفين كده بالفراوله. عايزه انت تستغني عن الخطوه دي استغني عنها، بس انا لقيتها بتدي ايه طعم حلو قوي للفراوله. انا هنا كنت المفروض استنى على الجيلي ده شويه، ما احطهوش وهو سخن كده في قلب الايه في قلب الطاجن بتاعي. المفروض انت كده تصبري عليه دقيقتين 3. انا ما صبرتش عليه فحطيته نزلت بيه على الطاجن بتاعي على طول. هنا بقى دخلها التلاجة تاخد بس تجمد شويه كده معانا واطلعها. هنا بقى قد طلعتها كده من التلاجة زي ما انتم ما شايفين، وهبدأ بقى كده اقطعها معاكم. بصوا بقى كده وانا بقطعها كانت طرية كده وجميلة من جوه، وطعمها كان حكاية. تنفع معاكي بقى في ايه في عزومات رمضان، سهرة كده وانتوا قاعدين بالليل، في عيد ميلاد. والله من غير حلفان، بصوا شكلها كان تحفة وطعمها كان حلو قوي. انت بس اصبري عليها ما تستعجليش عليها زي هنا. بصوا بقى قطعت بقى منها خرطة كده بقول لكم وانا بقطعها طرية وجميلة، وزينتها بقى بالفراولة كده من فوق. كانت طرية بطريقة رهيبة كده وانا بقطعها، وكانت ناعمة جدا جدا وهشة، والطعم بتاعها كان تحفة. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، ولو اول مرة بتشوفيني ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد مني. وعايزة لايكات كده كتيرة، وقولي لي انت بتتابعيني منين ومن انهي بلد بتتفرجي عليا. اشوفك كده ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.